السلام عليكم، شلون الأبطال؟ إن شاء الله يكونون بخير. هذا هو مقطع الإنقاذ مال الفيزياء. أعرف تأخرت عليك، بس كنت منتظر فد شغلة تخلص وتترتب وتنزل. يلا أجيك بمقطع الإنقاذ حتى لا يكون المقطع تلزيق ولا يكون المقطع فقط حكي وأدوخك بيه. لا، أنا مقاطع مالتي إنقاذ واقعي، شيء تقدر أنت تطبقه وتنجح بيه، مو بس كلام وكتابة على الورق واهية. لا، فركز وياي، راح أخليك تنجح بالفيزياء بمقدار وقت لا يتجاوز 4 إلى 5 ساعات. تمام؟ كمدة محاضرات من 4 ل 5 ساعات. المدة اللي يبقى عندك اللي هي يوم ونص، يوم، حتى إن كان نص يوم راح تقدر تنجح به إذا مشيت وياي حسب الكلام اللي راح أقول لك إياه. هذا إنقاذ ما راح تلقى مثله. لا تتوقع باليوتيوب كله أو بحياتك كلها راح تلقى مقطع إنقاذ أو شخص يسوي لك مقطع إنقاذ غير اللي أنا قاعد أسوي لك إياه. لأن هذا الشيء خطوات، أنا قاعد أعطيك خطوات من الألف للياء تمشي علينا، من الأي تو زد تمشي علينا تنجح. تريد أنت تعوف المقطع طب كيفك، تريد تمشي أنا أضمن لك تنجح. حالك حال الآلاف اللي نجحوا غيرك. فركز وياي. أهم النقط اللي لازم تركز وياي بيها، الجدول هذا جدول يحتاج منك تشد حيلك وتعتبر ذن اليوم ونص أهم يوم ونص بحياتك. تعتبر فكرة باسك إنه أنت لازم تستخدم كل طاقتك وتروح بالامتحان تنجح، لأن إذا ما نجحت أنت وعادتك كلكم تودعون الملعب. هيج لازم تخليش نقطة براسك، لازم الخطورة مال الوضع اللي أنت بيه هيش تحسبه. أنت هسه راح تكسر قاعدة اللي هي أنت راح تكسر قاعدة إنه طالب قرأ سنة ونص أنت راح تقدر تنجح وهو راح ينجح. سنة ونص راح تختصرها بيوم ونص. فركز وياي، مخمخ وياي باللي راح أقول لك إياه، وأني أضمن لك النجاح وأضمن لك الدرجة الزينة حيل إذا مشيت وياي. راح أبدي بالبداية أشرح إذا تريد أنت النجاح اللي هي 50-60، وإذا تريد أنت درجة أعلى وتشيد حيلك وتضغط على نفسك أكثر. نجي يا الله نبدي. إحنا إيش عندنا هنا تقسيمات أعرف دوخة، بس ركز وياي. عندك مسائل، عندك شرحيات، عندك فراغات. الفراغات شقد عليها 10 درجات ثابتة نصا. هاي الفراغات حتى اختصر لك الفراغات، انا راح انزل لك محاضرة اعلمك شلون، محاضرة طولها يمكن كلها 3 دقائق الى 4 دقائق، مقطع طوله 3 دقائق الى 4 دقائق جزء 6 من تدخل للقناة. يعني اذا انت مقطع قاعد تشوفه بعد فترة شوي، يعني بعد كم ساعة تلقاه منشور بالقناة، ادخل للقناة، ادخل على قسم الفيديوهات راح تلقى اول مقطع بالقناة منشور. تمام؟ يعني اخر مقطع منشور اشرح لك بشلون ب4 دقائق اعلمك طريقة شلون تقدر تقرأ الفراغات مال 9 فصول. بشقد ب30 دقيقة. اخليك تضبط الفراغات كلهم ب30 دقيقة وتضمن 10 درجات. قيس 10 درجات ب30 دقيقة. فراغات هاي اللي ساعات وايام ما تضبط، انا اخليك تضبطها ب30 دقيقة. طريقة اني شخصيا استخدمتها ونجحت بيها. فركز وياي. هسه الفراغات خلصنا منها، 10 درجات بالجيب. نجي هنا مسائل الاول والثاني والثالث، ايش قد عليهن 30 درجة. حلو؟ ايش قد 30 درجة. ال 30 درجة عمي ما جبنا 30 كلن، جبنا من ال 30 ذني 25. عندك اخطاء انت 25 جبنا من يمين. ايش راح تقرا لي؟ شرحيات المسائل مال الاول والثاني والثالث. ايش قد جايب لك؟ محاضرة واحدة. المحاضرة الوحدة هاي شنو بيها؟ بيها مسائل من الأول للتاسع، كل المسائل مال الكتاب. بس ركز وياي، احنا ما راح نقرأ كل مسائل الكتاب، لا ركز وياي. احنا ايش راح نقرأ؟ راح نضبط العصفور اللي بالايد ونعوف العشرة على الشجرة. هسه اهم شيء انا هسه شو اضمن نجاحي. اضمن نجاحي بشنو؟ مسائل الاول والثاني والثالث بشقد 2 دقيقة ضبط. اخليك تضبط مسائل الاول والثاني والثالث حتى لو انت ما شايفن بحياتك. اول ثاني ثالث مثل الورد تضبط انه تلعب بين طوبة. بشقد ب2 دقيقة. المقطع كله اللي قلت لك عليه اللي هو من الاول للتاسع يشرح لك المسائل من 0 ل100، كل المسائل مال الكتاب. المقطع طوله ايش قد؟ المقطع طوله 3 ساعات تقريبا، 3 ساعات و50، 3 ساعات و43 دقيقة. ايش قد؟ 3 ساعات و43 دقيقة. احنا ايش راح نسوي؟ 2 دقيقة من هاي 3 ساعات 43 دقيقة ايش راح نضبط؟ راح نضبط الفصل الاول والثاني والثالث. حلوين لنا؟ حلوين. وضعنا لوز.
هاي 30 درجه 25 درجه، اذا مو 30 كامله تجيك انت مثل الولد بيجيب، لا حد يفكر يقول لك صعبات، راح تطوم وتشوف الموضوع شلون تافه وسهل. تمام؟ خلصنا من شنو؟ من اول 3 فصول من اول 30 درجه. نجي ايش عندنا بعد؟ اني ما انصح يعني الفكره نعوف الشرحيات هسه، نجي نكمل المسائل. مسائل الرابع والخامس والثامن من هاي المحاضره اللي هي 3 ساعات و43 دقيقه. ايش قد بقى من 3 ساعات و43 دقيقه؟ بقى تقريبا ساعه، بحدود الساعه بقى من يمها. يعني عندك منها بقى 10 دقائق، 10 دقائق هناك 43 53 دقيقه بقى، تقريبا ساعه. الساعه هاي ناخذ من يمها راح نقرا مسائل الرابع والخامس والثامن، ذني مسائل تطبيق المباشر. ليش اريدك تقرأ؟ لان سهلات بسيطات تطبيق المباشر من تجي بالامتحان. اذا باذن الله جتي واحده من ذني الثلاثه او اثنين من ذني الثلاثه، انت 10 ل 20 درجه. وتضبيط ذني الثلاثه تنكسر بجمع. اذا تريد تضبطهن بالمحاضره 23 دقيقه بس. انت قيس 3 فصول كادنى شيء يجي من 10 درجات، بافضل الحالات يجي 20 درجه، بس احنا نحسب انه 10 درجات تجي منهن. 10 درجات بش قد؟ ب 23 دقيقه راح نضمن ايش قد؟ 10 درجات. حلو؟ هنا أنا 10، هنا 30، هنا أنا 10. ايش في احنا 50 هسه، بس احنا ايش راح نقول؟ مو 50 احنا هسه احنا نقول 35. هتقولي شنو 5؟ اقول لك اريد اموتها. ايش قد بتيجي الاسئله صعبه دوخه يمين يسرى؟ مالك علاقه. وانت ركزوا بنقطه المسائل. اذا شفت نفسك ما فهمت المساله او شفت نفسك ما تقدر تضبط المساله، حل، نزل قوانين مال فصل، نزل القوانين، حاول تحل حتى لو حلك غلط، ما ينطوك 0 ينطوك 4 5 6 على القوانين وعلى الحل مالتك، حتى ان كان حلك بيه اخطاء. فهمتني؟ اقل شيء 5 6 اذا انت كاتب قوانين ومرتب شغلك، حتى ان كانت المساله غير اللي انت قاري. فهمتني؟ حتى مثلا مساله خارجيه، حتى لا تتوتر. انت كل شيء ينطق عليه درجه. اذا تكتب من يمك ينطق درجتين، هيك تشخبط من يمك ينطق درجتين. بالوزاري لازم تشتغل على هاي النقطة، تحاول بكل الطرق ما تبقى أي شيء فارغ، والشيء اللي تكتبه وما تعوفه فارغ ما تكتب من الهواء، تكتب ايش قد ما تقدر تعصر نفسك وتطلع شيء يفيدك بالامتحان. تمام؟ فقلنا رابع خامس ثامن 10 درجات مثل الورد، 30 درجة أول ثاني ثالث. هسه احنا كم فصل مضبطين؟ 6 فصول مسائل مضبطين. بقى عندك منو؟ بقى عندك السادس، السابع، التاسع. تمام؟ ذني الفصول انا ما اقول لك لا تقراهن، اقراهن بس مو هسه، ركز وياي. هذني الفصول مجموعهن اللي بقى تقريبا ايش قد؟ بقى عندك 30 دقيقة. ذني كلهن بش قد؟ ب 30 دقيقة. تمام؟ هم كأدنى حالات 10 درجات يجي عليهن هذني. انا شنو اللي اقول لك؟ اقول لك كافي مسائل. ركز وياي، عوف المسائل هسه. تعال نعبر للشرحيات. الشرحيات جايب لك قنبلة الموسم. قنبلة الموسم جايب لك محاضرة أول بقى. أنا أما أنطيتك عندنا إيش راح نقرأ شرحيات. الشرحيات راح نقرأ شرحيات الأول والثاني والثالث. تقول ليش؟ أقول لك شرحيات سهلة بسيطة واضحة قليلة مقارنة بشرحيات 6 فصول اللي بقت إلى 5 فصول اللي هي من الرابع للتاسع. تمام؟ هذني الفصول الأول ثاني ثالث شرحياتهم مضمونة، يجي على شرحياتهم كأدنى شيء 30 35 درجة. ركز، أدنى شيء على ذني الثلاثة شقد؟ ركز، 35 درجة إلى 30 درجة. واضحة؟ واضحة. شقد؟ 30 إلى 35 درجة كأدنى شيء على الشرحيات ذني الثلاثة. أول ثاني ثالث. أنا جايب لك محاضرة طولها ساعة و27 دقيقة، هم مو نص. هاي المحاضرة شارح لك بيها الأستاذ الشرحيات بالتفصيل الممل. ركز، شارح لك الشرحيات بالتفصيل الممل ما ذني 3 فصول، ويحافظك يعني بنص المحاضرة. تمام؟ بش قد؟ بساعة و27 دقيقة. هذا منو؟ هذا الأمة. أنت رجال تقول له أعطيني ملزمة أحرق لك يا حرق، راح أقول لك يمي جايب لك الأو ملزمة بيها كل فصل 3 صفحات ونص. يعني الفصل الأول 3 صفحات ونص، الفصل الثاني 3 ساعات ونص، 3 صفحات ونص العفو، الثالث 3 صفحات ونص، يتراوح بين 3 صفحات ونص إلى 4 صفحات إلى 3 صفحات، ينزل عدد قليل. تمام؟ لأن أكو بالنص أكو نشاطات بالملزمة أنت لا تقرأ ما لك علاقة بيهن. تمام؟ خليهن آخر شيء النشاطات. تمام؟ أكو مثلا مسائل أنت كذلك ما لك علاقة بيهن كهس، ركز وياي. تمام؟ إحنا نحكي بس الشرحيات، بس الشرحيات.
بس الشرحيات انت بحدود 3 صفحات 3 صفحات ونص كل فصل. يعني انت اللي مطلوب من يمك هن كل انت 3 فصول بس اللي اريد منك اني، الاول والثاني والثالث فقط هالفصول. ركز وياي، ايش قد قلت لك؟ كل فصل 3 صفحات ونص. ركز وياي، تعال احسب وياي كم هاي صفحه. لا عبالك هوايه، بروح الاسئله قليله، واحد بس كون واضح. 1 2 3 4 5 6 وذن يكونوا قاعد تشوف كلنا صغار، يعني مو اسئله كبيره او اسئله هواي. فركز وياي، هذا الفصل كم صفحه؟ واحده، هاي 2، هاي الثالثه انت ما راح تقرا منها بس ذني السؤالين فوق. هاي هنا الاختيارات، يعني ما يعتبر ان اشياء حفظ وداخله من ضمن الحفظيات، ما لنا علاقه بيها. تمام؟ هاي هنا 3 وهاي هنا عندك نص، هذا نشاط ما لنا علاقه بيه. تمام؟ هذا ما لنا علاقه بيه، لهنا حد عوازل القطبيه وغير قطبيه. هاي خلصنا احنا. فهمت قصدي؟ هاي نشاطات، هاي مسائل، شريد من يمك باوعلي. هاي الملزمه بيها كل الفصول. وياي؟ قاعد تشوف ثواني بس خليه تفتح الملزمه. هاي الملزمه بيها كل الفصول، شريد من يمك. المحاضره هاي اللي انطيتك اياها، هاي اللي طولها 3 ساعات و43 دقيقه. الفصول اللي انت تحس تحتاج بعد مسائل تراجعهن او انت تحل بيدك في مسألتين 3. كل فصل بهاي الملزمه، هاي الملزمه يعني كنز. هاي الفصل شرحياته، هاي الفصل هنا نشاطاته ما لنا علاقه بيها هسه. المسائل اذا انت احتاجت تراجع مسائل فاكو هنا مسائل، كل فصل ويا مسائل. مثلا فصل الاستاذ شرح مسائل قليله عليه، تريد انت تضبط، هاي مسائل هنا تقدر تقراهن وتضبطهن، ضبط نفسك تراجعهن شفه هيك بس تطلع على المساله تفهم فكرتها بس هيك نظري. هسه انا طلب مني طاني مثلا ار، انطاني المقاومه، انطاني الفولتيه، هاي المواضيع يعني شو يريد مني؟ يريد مني هيك ابغى اسوي هيك، سويت هيك بس راجع حتى يكون عندي اطلاع على المسائل. تمام؟ خلص ثاني طبقت على الفصل الثاني كذلك كم صفحتين 3. تريد الملزمه، تريد المحاضره، بكيفك شيء انت يعجبك. المحاضره ايش قد طولها؟ ساعه و27 دقيقه فقط بس ذني ساعه و27 دقيقه تضبط على المحاضره. تمام؟ تضبط شرحيات اول ثاني ثالث. تريد تقرا الشرحيات على الملزمه، هاي الملزمه. بس هاي الملزمه لازم تكون عندك، هاي تلقاها بقناه تليجرام. هسه حوضح لك وين راح تلقى ذني يكونين. الملزمه هاي الملزمه ثاني وحده، هاي الملزمه لازم تكون عندك. ليش؟ مو لاجل شو اسمهن، مو لاجل الشرحيات بس. اول شيء المسائل تفيدك، تمام؟ ثاني شيء شو تفيدك الملزمه؟ هذني الاختيارات. كذا الان حنزل لك ملف للاختيارات، ما يحتاج ملف الفراغات. الاختيارات انه مو فراغات، انا اخطأت بهاي النقطه. فراغات، تمام؟ هي مو فراغات، هو فراغ يجيك ويعطيك 4 اختيارات فتختار اختيار للفراغ هذا. فالفراغ هذني انا حنزل لك ملف لهن، تمام؟ بس انت تفيدك بالمسائل، تفيدك تطلع عليها، تفيدك تراجع بها الملزمه هاي. بس كشرحيات تقول لي شلون صح؟ اقول لك انت بكيفك. تريد انت مدرس ويا هاي، تريد انت تقرا بعدك هاي. اني كحميد اني افضل انه انا اقرا كمحاضره. ليش؟ لان انا احب واحد يشرح لي يوضح لي وانا احفظ وياه. اكو غيري دارخي يحب يفتر يتحرك ويقرا. انت اللي يعجبك. تمام؟ هنا ما تحتاج اي شيء، ورقه وقلم بس وياه. تمام؟ كشرحيات خلصنا من الشرحيات. 30 35 درجه كادنى الاحتمال احنا طلعنا لنا 20 درجه. نقول هاي قاعده يعني الامور ادعسها لك. هنا 20 طلعنا ادنى شيء، هنا نقول طلعنا لنا 35 ادنى شيء، 35 هنا 10 وهنا 25 35 وهنا 20 هاي 55 هنا 10 65. هاي هيك موتتها الامور. واللي اريده من يمك ما تعوف لي شيء فارغ، شرحيات ما تعرفهن تقعد تكتب من يمك اريد دفتر يملي، لا تعوف لي شيء فارغ. ركز وياي، ما اريد شيء فارغ، اريد تاكلها الملزمه. خلصنا ذني كلهن. تجي لي شنو؟ النشاطات شريد من يمك. خلصت انت وما بقاش. انا بواحد يقول لي انا عندي وقت هالقد اقعد اقرا، قاعد امشي لك بالتسلسل. انت من الاهم للمهم اول ما تيجي تضبطي اول شيء تضبطه الفراغات او الاختيارات. شو تسمين 10 مثل الورد. تلقاها بقناتي المقطع، بقناتي مال اليوتيوب او بقناتي مال التليجرام، تلقاهن كل مسوي كان بقائمه تشغيل وحده، حاط لك اياهن ذني. هاي خطه الانقاذ، هذا المقطع لازم ال10 درجات ذني تضبطها حسب الطريقه اللي انا اعطيك اياها. طريقه ذهب كنز، ما راح تلقى مثله بالتليجرام كله، باليوتيوب كله. ضبطت ال10 ضمنتها بجيبي. اجي وراها شو اسوي؟ يعني كاني وقتي كلش ضيق، تفهمني؟ ركز وياي، وقتي كلش ضيق. اعبر هنا اقرا المسائل اول ثاني ثالث، اسرع فيه 2. يعني هاي الساعتين
الساعتين تصير ساعة، ال50 تصير 25 ساعة و25 دقيقة، وعلى السريع ورقة وقلم، واحفظ بس القوانين، الأسئلة راجعهن بعيني، أضبطهن بسرعة بساعة ونص، ساعتين، 3 ساعات أنا ضبطتها. تمام؟ ضمنت منه أقول مو 30 25 درجة، هنا 10، هاي مثل الواد أنا طبيت ال40، ما بقى لي شيء. هو اللي إذا ما تدري بهاي النقطة 45 أنت نجحت، يعني 50 هم ينجحوك أوتوماتيكي، يعني أنت تضمن 45 وضع كلوز. خلصتهن، أعبر الذني كلهن 23 دقيقة، رابع خامس ثامن، أضبط القوانين، أفتح هاي الملزمة، أطلع على الأسئلة مال الرابع الخامس الثامن، دن خلصتها. أجي وين؟ أجي هنا الشرحيات مال الفصول ذني بولياهن مال أول ثاني ثالث، أحاول أقرأ اللي أقدر عليه من يمين، شرحيات الأول الثاني الثالث، أقرأ اللي أقدر عليه من يمين، أركز إنه أنا شرحيات الأول أقراهن، إنه بالثاني ذني أول ثاني كلش مهمات، يجي عليهن وايد درجات. تمام؟ أقراهن كلش مهمات مثل ما قلت لك. أنت إنسان شرحي تقدر هاي الملزمة تاخذها لك بالطريق، عندك ساعة من 6 ل7، تمام؟ هاي تقرا بيها شرحيات بالطريق، لا تستسلم. خلصت انت والرجال مضبط وضعك، تفتح لي تقعد تقرا لي النشاطات، تمام؟ تطلع لي على النشاطات، تمام؟ اطلع عليهن بس، حتى لو من يجيك النشاط انت مطلع تقدر تشذب نيمك. النشاط اكثر شيء تقدر تشذب نيمك، ومثل الورد ال6 ال7 تطلع لك. فهمت كلامي؟ 6 7 مثل الورد تطلع لك، ومثل الورد اذا تتشذبت، بس تكون فاهم شو يريد وتشذب على اساس اللي يريده. بس اذا انت تكتب الادوات انت مثل الورد 3 درجات، بس الادوات. تمام؟ وربي يسهلك ويوفقك. ركز وياي بهاي النقطة اللي هسه راح اقول لك اياها. المحاضرات ذني وين راح تلقاهن؟ اطلب لي على التليجرام، ركز وياي. تكتب بالتليجرام بالبحث، تكتب اي 3 في اي، تمام؟ راح تطلع لك قناة باسم مجرة السادس. صورة القناة ركز وياها، وهم حاطلع لك المعرف مالتها، هذني كل اللي حكيت لك راح تلقانه بهاي القناة. هاي القناة وهاي الصورة مالتها تكون واضحة. هذا باع المعرف مال القناة، قاعد تشوف المعرف مال القناة، هذا المعرف مال القناة. تمام؟ اي 3 في اي، تطلع لك هاي الصورة مال القناة. هاي هنا راح تلقي كل الامور اللي تحتاجها. شلون هسه هاي مثلا مال الرياضيات حاط لك كاتبة الانقاذ، محاضرة الفصل الاول والسادس، ساعة وهالقد محاضرة، وش حاط لك بصمات توضح لك. انت بس تطلب القناة، خاف تلقاها مثلا هيك بس ترجع شوية، يعني خاف تلقى مثلا انا داز رسائل، داز مواضيع انقاذ، بس ترجع شوية تلقاني هنا. بوحس هنا شلون مرتبين لهم، خلي اشوفك مرة لخ. بوحس هنا كاتب لهم محاضرات انقاذ فصل الاول الثاني الثالث، حاط لهم هنا بصم هاي الملازم اللي يحتاجوهن. هنا راح تلقاني حاط لك هيك محاضرات، الملزمة هاي اللي قلت لك عليها هسه شوفتك اياها، والمحاضرات هنا راح تلقاهن محاضرة اللي بيها المسائل، والمحاضرة اللي بيها الشرحيات. تمام؟ هذا كل اللي راح تحتاجه. وهنا انا نزلت لهم كذلك خطة انقاذ، ونزلت لهم شرح الها. انت تابع القناة، اني ما اضحك عليك ولا اضيع وقتك، راح اقعد انزل لك رسائل ما تفيدك. اني كل شوية انزل لك خطة انقاذ، يعني لا تستسلم. هاك باحش وقت منزلهم اياه، باوع خلي اشوفك. هاي بالثنتين بالليل، رياضيات ومادة صعبة، بالثنتين بالليل نزلت لهم خطة انقاذ. باوع خطة انقاذ اعطيتهم ووضحت لهم، وما قصرت وياهم اللي اخر ثانية انا ويا الطلاب. فركز وياي مثل ما قلت لك. وكذلك راح تلقاها باول تعليق مثبت. التعليقات اطلب لي التعليقات، اول تعليق مثبت تلقى رابط القناة، وهذا معرفها لازم تكون بيها. مو لاجلي خلص امتحان فيزا واطلع، بس لازم تكون بيها هسه حتى تنجح. وربي يسهل لكم ويوفقكم، وان شاء الله ما قصرنا وياكم، واعذرونا عن اي تقصير صار بالدور الاول، وان شاء الله بالدور الثاني راح تشوفون خطة انقاذ اقوى وافضل. وفي امان الله وحفظي ورعايته، وربي يسهل لكم ويوفقكم. في امان الله. مرة الاخ.